ممبار الفراخ، ايوه زي ما سمعتي، الفراخ ليها ممبار، الاكله اللي بتبهر كل ضيوف ويفضلوا يسالوني ايه ده وعاملاها ازاي. حاجه كده ملوكي. وصفتي الخاصه والحصريه اللي نزلت بيها من 3 سنين على التطبيق الاحمر وخدت ملايين الدعوات وكانت ترند. تعالى اقولك تعمليها ازاي، بجد رهيبه. سمي الله صلي على رسول الله وشير للطريق. ايه بقى ممبار الفراخ ده يا ام ريانه؟ دي الجوانح يا جماعه، استنوا بس ما تحكموش عليا غير اما تشوفوها وتجربوها وتدوقوا طعمها. الجوانح احنا بنخليها، بتمسكي كده العظمه اللي هي المثلثه اللي فوق تشيليها مش عايزينها، اخلي من المفصل بسكينه كده حاده رفيعه، فكي الاربطه بس هتبصي تلاقي اللحم نزل معاكي واتخلى الجناح سهل قوي. المفصل التاني برضو ببتدي كده بالراحه ببوز السكينه افك الاربطه وتلاقي اللحم بيتزحلق معاكي. الضفر الاخير من الجناح يا تقطعيه يا تسيبيه، تيتا الله يرحمها كانت بتلف حواليه فويل وكان بيدي شكل حلو قوي في التقديم. التتبيله بتكون ميه بصل، ملح وفلفل وشويه حبهان بودر فقط لا غير، وتنقعي الجوانح. بالنسبه بقى للحشوه بتكون لحمه مفرومه، حته دهنه، بصلايه، جزرايه مبشوره، وشويه شبت مع ملح وفلفل و7 بهارات. طبعا انا عامله كميه كبيره في عزومه النهارده فمضاعفه الكميه. عايزه اقول لكم حشوه رهيبه. دي اول حشوه. تاني حشوه شواحي كبد وقوانص عادي جدا، القوانص الاول وبعدين الكبده، وبعدين هننزل بشويه رز. في ناس عملوها بخلطه محشي. عايزه اقول لك بضيف لحشوه الكبد والقوانص بصلايه في الاخر وجزرايه وبرده ملح وفلفل، وبديها كده شويه ميه نص تسويه. بجيب بقى الجوانح يا اما تحشيها الجلد هو لجوه يا اما اللحم هو لبره زي كده. لما اللحمه بيكون بره والحشوه تحطيها في الجلد من جوه، الجناح بتبص تلاقيه كبر كده وادانا حجم اكبر. حشيت بقى اللي باللحمه المفرومه النيه وحشيت اللي بالرز والكبد والقوانص. من سنين ناس كتير قلدتها وحشوها كمان بخلطه محشي. عايزه اقول لكم رهيبه في كل احوالها. طريقه التسويه ايه؟ لازم تتغلف، دي لازم تتغلف بورق الزبده وورق الفويل. تيتا الله يرحمها زمان كانت بتغلفها طبعا بورق الفويل بس ما كانش فيه ورق زبده. وبنبتدي نسلقها مده 50 دقيقه، وتحطي البصل والحبهان ورق اللورا وتنكهي الشوربه عادي جدا، بتاخد من طعم الشوربه. طبعا الشوربه دي بتترمي بعد التسويه وبعدين بتطلعيها على مصفى تسيبيها تبرد شويه، وتبتدي بقى تقدمي الجوانح القمر دي. محدش هياكلها وهيصدق ان دي جوانح، طعمها بيبقى تحفه. الجوانح يا جماعه اكله عالميه واغلى حته في الفرخه في دول كتيره جدا لانها بتبقى حته طريه. وعايزه اقول لكم التتبيله البسيطه مع الحشوه الرهيبه دي بجد هي دي ورث عائلي عندنا في العيله، يعني اللهم بارك مشهورين بيها. تيتا الله يرحمها كانت تعملها والناس تستغرب ايه دي، ازاي حاشيين الفراخ لحمه ودي عباره عن ايه. بجد بتبقى رهيبه. بصوا بقى انا بحمرها بالسمنه كده زي تيتا بالظبط. في ناس هتقولي طب ما تسويها على البخار، طب ما مش لازم ورق فويل ورق زبده. هقول لك ما ينفعش، مش هتديكي الاستقامه والرول المظبوط ده، وهتكش معاكي والرز هيطلع بره. جربوا الجوانح المحشيه، احلى اكله يا جماعه، وادعوا لي دعوه من قلبكم. الف هنا.